السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة مطبخ بيتي. نتمنى أن فيديو اليوم يلقى الجميع في أحسن الأحوال والظروف. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم لكم حلوى دوز أتاي، كتجي لذيذة وهشيشة في نفس الوقت، سهلة التحضير بمكونات متوفرة في كل بيت. ندوزو على بركة الله. ديك المقادير اللي تنحتاجو لحلوى دوز أتاي: عندي نصف كاس ديال الزيت، 3 أصفر بيض مسلوقين، نصف كاس ديال سنيدة، قريصة الملح، واحد ساشي ديال الفاني، و125 غرام ديال زبدة مارغرين، والدقيق تيبقى على حسب الخليط. نبداو على بركة الله. طريقة التحضير: اول شيء نعملو الزبدة ديال المارغرين. الزبدة خصها تكون بحرارة المطبخ، يعني خرجوها قبل من الثلاجة باش كتجينا ساهلة في الخدمة. غنضيف عليها نصف كاس ديال سنيده، ومن بعد ما خدمت الزبده مع سنيده ضفت عليها نصف كاس ديال الزيت، وغنخدمها مزيان كيف كتشوفوا في الصوره حتى تولي ليا منسجمه مع بعضها. عاد نضيف باقي المكونات. هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. الان غنضيف عليه 3 اصفر بيض، غنضيف قريصة الملح، غنخدم هاد المكونات جيدا ونرجع. غنضيف كيس ديال الفاني، والان غنبقى نضيف الدقيق بشكل تدريجي حتى تجمع ليا الحلوى. الدقيق سبق لي وغربلته، غنجمع الخليط ديال الحلوى ديالي ونرجع معكم. هذا هو الشكل ديال العجينه الحلوى من بعد ما جمعتها، كتجي رطبه كيف كتشوفوا في الصوره. دابا غندوز باش نشكلها معكم. غنحاول نديرها على شكل غريبه كيف كتشوفوا، ومن بعد غنعملها على شكل طولي كيف كتشوفوا هكا. غنضغط عليها بالفرشات وغندوز الوجه ديالها في سنيده. كنوضعها في صينيه اللي دهنتها من قبل بالزيت. غنزيد معكم واحده اخرى. هذا الشكل كيجي ساهل وما فيش المقادير بزاف، وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. غنضغط عليها شويه كيف كتشوفوا في الصوره، غنضغط عليها بالفرشات وغندوز الوجه ديالها في سنيده كيف كتشوفوا. ورجعنا معكم مشاهدينا الكرام في الشكل النهائي ديال حلوى دوز اتاي. من بعد ما وجدت لينا
هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوف الصوره، كتجي هشيشه ولذيذه في نفس الوقت. والان غندوز نقسم معكم وحده باش تشوفوها كيف كتجي. هانتوما كتجي هشيشه كتذوب في الفم. كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم، لانها لذيذه وفي نفس الوقت مكوناتها سهله متوفره في كل بيت. والى اللقاء في فيديو قريب ان شاء الله.